تخيل كده إنك ماشي في غابات أمريكا الوسطى وبتلاقي فجأة مدن ضخمة زي تيكال وبالينكي، مدن مبنية بعبقرية لكنها مهجورة ومتغطية بالنباتات. دي قصة حضارة المايا، واحدة من أكتر الحضارات اللي محيرة العلماء في التاريخ. إزاي الحضارة دي اللي سيطرت على مناطق واسعة في المكسيك وجواتيمالا وغيرها من المناطق ووصلت لقمة التطور اللي محدش وصله زيهم ساعتها وبعدين اختفت فجأة؟ أنا فستق، هات شاي سوداني وتعال أحكي لك الحكاية. الغموض بيبدأ لما نعرف قد إيه الناس دي كانوا عباقرة. المايا اخترعوا الصفر لوحدهم، ودي حاجة فكرية ضخمة محدش عملها غيرهم في نفس التوقيت تقريبا، لدرجة إن نظامهم الرياضي كان متطور جدا. مش بس كده، دول كانوا زي السحرة في علم الفلك. عملوا مراصد فلكية زي تشيتشن إيتزا، وكانوا بيعرفوا يحسبوا حركة النجوم ويقدروا يتوقعوا الخسوف بدقة. كل ده خلي بالك وهم عايشين في قلب الغابات. طب ناس بالذكاء ده إيه اللي خلاها تسيب مدنها وتمشي؟ السر بيبدأ يظهر لما نبص على الطريقة اللي عاشوا بيها. المايا ما اكتفوش إنهم يبقوا عباقرة في النظريات بس، لا، ده كمان عبروا عن ده في الهندسة والزراعة. قدروا يعيشوا في بيئة الغابات الاستوائية الصعبة دي بفضل عبقريتهم الزراعية. عملوا نظام ري اسمه نظام الملبة اللي كان بيحافظ على توازن البيئة، وبنوا قنوات ري تحت الأرض علشان يضمنوا إن المية توصل لمدنهم اللي كانت بتكبر وتتوسع يوم بعد يوم. وهنا بيكشف جزء من اللغز، إن قوتهم دي كانت مبنية على النمو المستمر والتوسع في استغلال البيئة. الانهيار ما جالهمش من غزو خارجي أو حرب كبيرة زي ما البعض بيتخيل، لا، ده كان ناتج عن كارثة بيئية اضاف عليها النمو الضخم في عدد السكان. الأدلة اللي اكتشفت كانت كلها بتشير إن المنطقة كلها عانت من جفاف شديد ولفترات طويلة بين القرنين الثامن والعاشر الميلادي. الجفاف ده اللي هو أصلا عامل خارجي صعب يتسيطر عليه، جه في وقت كانت المياه فيه وصلت لأقصى توسع سكاني. العدد الكبير من السكان ده كان عامل ضغط غير عادي على البيئة، فالناس استنزفوا الغابات والأراضي الزراعية بشكل مفرط، طبعا عشان خاطر المدن الكبيرة تاكل. التراكم ده كله لخص الكارثة. لما المطر قل ما بقاش فيه غابات تحافظ على الأرض، وما بقاش فيه موارد كافية. الموضوع ده ولد صراعات داخلية، بيتخانقوا على الأكل، والموارد اللي فاضلة قليلة. والمدن الكبيرة زي تيكال بدأت بقى تنهار سياسيا وتتفكك لحد ما اتهجرت تماما. والمفاجأة بقى إن حضارة المايا ما اختفتش تماما. اللي انهار بس هو المراكز الحضارية الكبيرة في الجنوب، لكن في مناطق الشمال الناس فضلت عايشة. والمفاجأة الأكبر إن أحفاد المايا لسه موجودين لحد النهاردة ومحافظين على لغتهم وتقاليدهم. وقبل ما نكمل حابب أقول لك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس علشان حضارة فستق تنتشر. قصة المايا دي مش مجرد فصل تاريخي غامض، دي بتفكرنا بدرس مهم، إن التطور الحضاري مهما كان مبهر بيبقى هش وضعيف قدام التغيرات البيئية لو ما كانش فيه حكمة في إدارة الموارد. وده اللي بيخلي قصة حضارة المايا ما زالت مهمة وملهمة لحد دلوقتي. أشوفك في فيديو جديد وسلام.